اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله بامفلت، السلسله اللي بنبسط فيها الادويه بشكل سريع وعملي ومن غير اي تعقيد. وفي كل حلقه بنتعرف على اسم الدواء، الماده الفعاله، دواعي الاستعمال والجرعه واهم البدائل بنفس الماده الفعاله، بحيث تقدر تراجع اي دواء بسهوله وفي اقل من دقيقه. وحلقه النهارده هنتكلم فيها عن اهم الادويه اللي بتبدا بحرف الان. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. اول صف معانا وهو النتلوك، وده بينزل بتركيز ال 10 وال 20 وال 40 مللي جرام. الماده الفعاله هي الايزوتريتينوين، ودي بتستخدم لعلاج حب الشباب الشديد، وبيستخدم لما الحاله ما تستجبش للمضادات الحيويه او العلاجات الموضعيه. والجرعه عاده بتبدا بنص مللي جرام لكل كيلو جرام من الوزن يوميا، وممكن نزودها لحد 1 مللي جرام لكل كيلو جرام من الوزن يوميا حسب استجابه المريض، وتتاخد بعد الاكل عشان تزود الامتصاص. طبعا ممنوعه تماما اثناء الحمل لانها بتسبب تشوهات للجنين، ممكن تسبب جفاف في الشفه والجلد والعين، تحتاج متابعه وظائف الكبد ودهون الدم اثناء العلاج، وممنوع التبرع بالدم اثناء العلاج ولمده شهر بعد ايقافه. تاني صنف معانا وهو النابيزول، وده بينزل بتركيز ال 20 وال 40 مللي جرام. الماده الفعاله هي الاوميبرازول، ودي بتستخدم لعلاج الحموضه وارتجاع المريء، علاج قرحه المعده والاثنى عشر، بيدخل ضمن علاج جرثومه المعده مع المضادات الحيويه والوقايه من قرحه المعده الناتجه عن المسكنات. والجرعه غالبا بتكون 20 مللي جرام مره يوميا قبل الافطار، وممكن تزيد لحد 40 مللي جرام يوميا حسب الحاله. خد بالك يتاخد قبل الاكل عشان نحصل على افضل مفعول، ما بيستخدمش لفترات طويله الا بامر الطبيب. ممكن يقلل امتصاص فيتامين بي 12 والمغنيسيوم مع الاستخدام الطويل، وممكن يتداخل مع بعض الادويه زي الكلوبيدوجريل. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النيكزيوم، وده بينزل تركيز ال 20 وال 40 مللي جرام. الماده الفعاله هي الايزومبرازول، ودي بتستخدم لعلاج الحموضه وارتجاع المريء، علاج قرحه المعده والاثنى عشر، بيدخل ضمن علاج جرثومه المعده مع المضادات الحيويه والوقايه من قرحه المعده الناتجه عن المسكنات. والجرعه غالبا بتكون من 20 ل 40 مللي جرام يوميا قبل الافطار. وخد بالك يتاخد قبل الاكل عشان نحصل على افضل مفعول، ما بيستخدمش لفترات طويله الا بامر الطبيب. ممكن يقلل امتصاص فيتامين بي 12 والمغنيسيوم مع الاستخدام الطويل، وممكن يزود من خطر العدوى المعويه وكسور العظام مع الاستخدام لفترات طويله. طبعا اهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي النيكزيكيور، نيكزيميريكان، نيكزيماش، والنيكزيبرازول. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النانازوكسايد، وده بينزل بتركيز ال 500 مللي جرام. الماده الفعاله هي النيتازوكسانايد، ودي بتستخدم لعلاج الاسهال الناتج عن الطفيليات، علاج عدوى الجيارديا والكريبتوسبوريديوم، وممكن يستخدم في بعض حالات العدوى المعويه الثانيه حسب الطبيب. والجرعه بتكون 500 مللي جرام كل 12 ساعه لمده 3 ايام، ويتاخد بعد الاكل. ممكن يسبب الم في المعده او غثيان، ممكن يغير لون البول للاصفر الغامق او الاخضر، وده مش مقلق خالص، ويستخدم بحذر في مرضى الكبد والكلى. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي النيت كلين والنيتازود. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النار كلين، وده الماده الفعاله هي الاكتيفيتد كوكونات شاركول، كوكونات اويل، والبيبرمنت اويل. وده بيستخدم لتقليل الانتفاخ والغازات، تخفيف الشعور بالامتلاء بعد الاكل، والمساعده في تحسين اعراض القولون العصبي. والجرعه غالبا بتكون كبسوله من مرتين لثلاث مرات يوميا بعد الاكل او حسب ارشادات الطبيب. خد بالك ممكن يقلل امتصاص بعض الادويه، ويفضل ان احنا نسيب فاصل ساعتين بينه وبين اي دواء تاني، ممكن يسبب تغيير لون البراز للاسود وده طبيعي وما بيستخدمش في حالات انسداد الامعاء. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النصار، والماده الفعاله هي الالو، البلادونا، كولوثينز، والاسكاموني ريزن. وده بيستخدم لعلاج الامساك، تخفيف تقلصات والام القولون، والمساعده في تفريغ الامعاء. والجرعه بتكون من قرص الى قرصين مساء او حسب ارشادات الطبيب. وخد بالك ما نستخدموش لفترات طويله عشان ما نعتمدش عليه، ممكن يسبب مغص او اسهال، وممنوع في حالات انسداد الامعاء او الام البطن غير معروفه السبب، ويستخدم بحذر في كبار السن. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النيوكربون، وده عباره عن اكتيفيتد كوكونات شاركول، بيبرمنت اويل، والانيس اويل. وده بيستخدم لعلاج الانتفاخ والغازات، تخفيف اعراض القولون العصبي، وتقليل الشعور بالامتلاء وعسر الهضم. والجرعه غالبا بتكون من قرص الى قرصين بعد الاكل 3 مرات يوميا. وخد بالك ممكن يقلل امتصاص بعض الادويه، عشان كده بنسيب فاصل ساعتين بينه وبين اي دواء تاني، ممكن يسبب تحول لون البراز للاسود وده طبيعي، ما بيستخدمش في حالات انسداد الامعاء. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النورفليكس، وده بينزل بتركيز ال 100 مللي جرام. الماده الفعاله هي الاورفينادرين، ودي بتستخدم لعلاج الشد العضلي، تخفيف الام العضلات والمفاصل، بيستخدم مع الراحه والعلاج الطبيعي لعلاج الام العضلات. والجرعه غالبا بتكون 100 مللي جرام مرتين في اليوم. خد بالك ممكن يسبب نعاس او دوخه، بيسبب جفاف في الفم وزغلله في العين، ويستخدم بحذر في مرضى الجلوكوما وتضخم البروستاتا. وخد بالك ان في حاجه اسمها نورجيسك، ودي عباره عن اورفينادرين مضاف معاها الباراستامول، وده بيجمع بين بسط عضلات ومسكن عشان يكون افضل لما يكون الشد العضلي مصحوب بالم شديد. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النوفالجين، وده بينزل تركيز 500 مللي جرام. الماده الفعاله هي الدايبايرون، ودي بتستخدم لتسكين الام المتوسطه للشديده، خفض الحراره، تخفيف المغص الكلوي والمراري. والجرعه غالبا بتكون 500 مللي جرام الى 1000 مللي جرام كل 6 الى 8 ساعات يوميا عند الحاجه، والحد الاقصى هو 4 جرام يوميا. خد بالك ان الدواء ده ممكن يسبب انخفاض ضغط الدم خصوصا مع الحقن، ممكن يسبب حساسيه شديده في بعض المرضى، ممكن يسبب حاله اسمها اجرانيولوسيتوزس او انخفاض شديد في كريات الدم البيضاء، عشان كده بنوقفه فورا لو ظهر حراره او التهاب في الحلق. ممنوع في المرضى اللي عندهم حساسيه من ماده الدايبايرون. وخد بالك ان الدواء ده بسبب اضراره الكتيره ما عادش بيستخدم بشكل كبير. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النوميجران، وده بيحتوي على الارجوتامين، باراستامول، كافيين، والدومبريدون. ده بيستخدم لعلاج نوبات الصداع النصفي وتقليل الغثيان والقيء المصاحب للصداع النصفي.
والجرعه المعتاده هي قرص عند الشعور بدايه نوبه الصداع، وممكن نكرر الجرعه بعد مرور ساعتين لو استمر الالم، بشرط ان الجرعه ما تتخطاش 4 اقراص خلال 24 ساعه. ما بيستخدمش الوقايه من الصداع النصفي، ممنوع في مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، ممنوع اثناء الحمل، ما بيستخدمش مع ادويه التريبتانز خلال 24 ساعه من استخدامهم. وخد بالك ان في حاجه اسمها نومايجران زد، وده بيكون ماده مختلفه تماما هي الزولميتريبتان، وده بيشتغل على ايقاف نوبه الصداع النصفي بسرعه عند بدايه النوبه، ويعتبر اكثر انتقائيه واقل في الاثار الجانبيه من النوميجران العادي. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النفاسي، وده هتلاقي فيه الكافيين، كلورفينرامين، باراستامول والسودوفيدرين. بيستخدم لعلاج اعراض نزلات البرد والانفلونزا، تخفيف احتقان الانف والجيوب الانفيه، خفض الحراره، تسكين الصداع والام الجسم، تقليل الرشح والعطس. والجرعه بتكون من قرص لقرصين كل 8 ساعات. وخد بالك يستخدم بحذر في مرضى الضغط وامراض القلب. نتجنب ناخد اي دواء تاني بيحتوي على الباراستامول، ممنوع استخدامه مع مثبطات انزيم الماو او خلال 14 يوم من ايقافها. وخد بالك ان في حاجه اسمها نوفلو، والنوفلو ده يعتبر قريب من النفاسي ولكن من غير الكافيين، يعني فيه الباراستامول والسودوفيدرين والكلورفينرامين، عشان كده مش هيدي تاثير منشط، وهتلاقي ان الناس اللي بتستخدمه بتحس بالنعاس اكتر من النفاسي. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النوستيفيكس، وده بينزل تركيز النص مللي جرام. الماده الفعاله هي الكابرجولين، ودي بتستخدم لعلاج ارتفاع هرمون البرولاكتين، علاج افراز اللبن غير الطبيعي، واستعاده التبويض، وعلاج بعض حالات العقم الناتجه عن ارتفاع البرولاكتين، وايقاف اضرار اللبن بعد الولاده عند الحاجه. والجرعه بتكون نص قرص اللي هي ربع مللي جرام مرتين اسبوعيا، وبعد كده بنعدلها بالتدريج حسب مستوى البرولاكتين واستجابه المريض. وخد بالك يفضل ان احنا ناخده مع الاكل عشان نقلل الغثيان، ممكن يسبب انخفاض ضغط الدم والدوخه عند بدايه العلاج، ممنوع استخدامه في مرضى امراض صمامات القلب او التليفات، ولازم نتابع مستوى البرولاكتين بانتظام اثناء العلاج. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النولفاديكس، وده بينزل تركيز ال 10 مللي جرام. الماده الفعاله هي التاموكسفين، ودي بتستخدم لعلاج سرطان الثدي المعتمد على مستقبلات الاستروجين، تقليل خطر عوده سرطان الثدي بعد العلاج، الوقايه من سرطان الثدي في السيدات المعرضين لخطر مرتفع، وعلاج التسدي في بعض الحالات. والجرعه غالبا بتكون 20 مللي جرام يوميا، وممكن توصل لحد 40 مللي جرام يوميا. طبعا ده بيزود من خطر الجلطات الوالديه والانسداد الرئوي، ممكن يزود خطر سرطان بطانه الرحم، ولازم تقييم اي نزيف مهبلي غير طبيعي، ممكن يسبب هبات ساخنه، وممنوع استخدامه اثناء الحمل. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النوركارمينا، وده بينزل بتركيزين 2 على 3، وده بيكون 28 قرص، و3 على 3 وده بيكون 21 قرص. الماده الفعاله هي الاسنالستراديول والدروسبرينون، وده بيستخدم لمنع الحمل، تنظيم الدوره الشهريه، علاج حب الشباب المرتبط بالهرمونات، وتخفيف اعراض متلازمه ما قبل الدوره الشهريه. والجرعه بتكون قرص يوميا في نفس الميعاد. ال 21 قرص بناخد راحه 7 ايام وبعد كده نبدا علبه جديده، اما ال 28 قرص فناخد الاقراص يوميا من غير ما نوقفها. وخد بالك انه ممنوع اثناء الحمل، بيزود من خطر الجلطات خصوصا مع التدخين وبعد سن 35 سنه، وممكن يرفع مستوى البوتاسيوم، عشان كده يستخدم بحذر مع الادويه اللي بتزود البوتاسيوم. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النورفاسك، وده بينزل بتركيز ال5 وال10 مللي جرام. الماده الفعاله هي الاملوديبين، ودي بتستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وعلاج الذبحه الصدريه. الجرعه بتبدا عاده ب5 مللي جرام مره يوميا، وممكن زيادتها لحد 10 مللي جرام مره يوميا حسب استجابه المريض. وخد بالك انه ممكن يسبب تورم في القدمين، ممكن يسبب صداع او دوخه في بدايه العلاج، ما بنوقفش الدواء الا باستشاره طبيه. وخد بالك ان في حاجه اسمها نورفاسك فال، وده بيجمع بين الاملوديبين ومضاف معاه الفالزرتان عشان نحصل على تحكم افضل في ضغط الدم لما النورفاسك العادي ما يكونش فعال. وخد بالك ان الفالزرتان بيساعد على تقليل تورم القدمين اللي ممكن يسببه الاملوديبين في بعض المرضى. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النيفيلوب، وده بينزل بتركيز 2.5 و5 و10 مللي جرام. الماده الفعاله هي النيبيفيلول، ودي بتستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وممكن يستخدم في علاج قصور القلب المزمن المستقر في بعض المرضى. والجرعه بتكون 5 مللي جرام مره واحده يوميا، وممكن تزيد او تقل حسب استجابه المريض. خد بالك ما بنوقفش الدواء فجأة، ممكن يسبب بطء في ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم، يستخدم بحذر في مرضى الربو والسكر، ويستخدم بحذر في مرضى الكبد والكلى. وأهم البدائل بنفس المادة الفعالة هي النباسكو، النيبيكارد، النبلت، والنيفول. وخد بالك إن النيفيلوب ليه إخوات زي النيفيلوب أملو، وده عبارة عن نيبيفيلول مع الأملوديبين، وده بيجمع بين بيتا بلوكر وكالسيوم تشانل بلوكر عشان نحصل على تحكم أقوى في ضغط الدم. وفي عندك النيفيلوب بلس، ده عبارة عن نيبيفيلول مع هيدروكلوروسيازايد، بيجمع بين بيتا بلوكر وسيازايد ديوريتك او مدربول من عيله السيازايد عشان يخفض ضغط الدم مع تقليل احتباس السوائل. وعندك النيفيلوب فالزرتان، وده عباره عن نيبيفيلول مع فالزرتان، بيجمع بين البيتا بلوكر والانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز عشان يحسن التحكم في ضغط الدم وحمايه القلب والكلى. نروح للصف اللي بعد كده وهو النيترومايك ريتارد، وده بينزل تركيز ال 2.5 وال5 مللي جرام. الماده الفعاله هي النيتروجليسرين، ودي بتستخدم للوقايه من الذبحه الصدريه، تقليل تكرار نوبات الم الصدر، وما بيستخدمش لعلاج نوبه الذبحه الصدريه الحاده. والجرعه المعتاده بتكون من 2.5 ل 6.5 مللي جرام من مرتين ل3 مرات في اليوم حسب الحاله. ولازم نسيب نيتريت فري انترفال لمده 10 الى 12 ساعه يوميا. خد بالك ممكن يسبب صداع شديد خصوصا في بدايه العلاج، ممكن يسبب انخفاض ضغط الدم والدوخه، ممنوع استخدامه مع السلدنافيل او التدلافيل او الفاردنافيل، ويستخدم بحذر في مرضى انخفاض ضغط الدم. واما البدائل بنفس الماده الفعاله هي النيتروتارد،
وخد بالك ان في منه باتشات موضعيه بتتحط على مكان القلب زي النترونج والنتروديرم، ودي عباره عن لزقات بتطلع نيتروجليسرين بالتدريج للوقايه من الذبحه الصدريه، مش لعلاج النوبه الحاده زي ما الناس بتعمل. نروح للصنف اللي بعد كده وهو الناتريلكس، وده بينزل تركيز 1.5 مللي جرام. الماده الفعاله هي الاندابامايد، وده بيستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وممكن يستخدم للمساعده في تقليل احتباس السوائل في بعض الحالات حسب تقييم الطبيب. والجرعه المعتاده بتكون 1.5 مللي جرام مره واحده يوميا صباحا، وممكن تزيد لحد 3 اقراص يوميا. خد بالك ممكن يسبب انخفاض البوتاسيوم والصوديوم، وينصح بمتابعه وظائف الكلى ومستوى الاملاح اثناء العلاج، ممكن يسبب الدوخه خصوصا عند بدايه العلاج، ويستخدم بحذر في مرضى الكبد والكلى. خد بالك ان في صنف اسمه ناتريكزام ام ار، وده بيجمع بين الاملوديبين مع الاندابامايد، وده الدكتور بيلجأ له لما الناتريليكس ما بيوفرش تحكم افضل. نروح على الصنف اللي بعد كده وهو النبي برادين، وده بينزل تركيز الخمسة و7.5 مللي جرام. المادة الفعالة هي الإيفا برادين، ودي بتقلل سرعة اضطرابات القلب، بتستخدم في بعض حالات كسور القلب المزمن، بتستخدم في الذبحة الصدرية المزمنة عند المرضى المناسبين. والجرعة غالبا بتكون 5 مللي جرام مرتين في اليوم مع الأكل، وممكن ترتفع لحد 7.5 مللي جرام مرتين يوميا حسب ضربات القلب واستجابة المريض. وخد بالك ممكن يسبب بطء في ضربات القلب ودوخه، ناس تشتكي انها ممكن تشوف ومضات او اضاءه مؤقته، ما بيستخدمش لو كانت ضربات القلب بطيئه من البدايه، وبيستخدم تحت اشراف طبي، وما بيعتبرش دواء عادي لعلاج ارتفاع الضغط. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النورموكارد، وده بينزل تركيز 2.5 5 7.5 و10 مللي جرام. الماده الفعاله هي البيزوبرولول، ودي بتستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، تقليل سرعه ضربات القلب، ويستخدم في بعض حالات الذبحه الصدريه وكسور القلب المزمن. والجرعه غالبا بتكون 5 مللي جرام مره يوميا، وممكن تبدا الجرعه ب 2.5 مللي جرام او تزيد لحد 10 مللي جرام حسب الحاله. وخد بالك في كسور القلب بيبداوا بجرعه صغيره، وبعد كده بتزيد بالتدريج تحت اشراف طبي. خد بالك انه ممكن يسبب بطء في ضربات القلب او انخفاض الضغط، ما بنوقفوش فجاه، يستخدم بحذر في مرضى الربو والسكر، وممنوع او يستخدم بحذر في حالات بطء القلب الشديد. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي النيركاردو، والنيركاردو هو نفس الماده الفعاله البيزوبرولول، ولكنه بيجي في صوره او دي اف او شريط رفيع بنحطه على اللسان ويدوب بسرعه، وده بيكون اسهل للمرضى اللي ما بيحبوش يبلعوا قراص. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النيوروباتكس، وده بينزل تركيز 600 مللي جرام. الماده الفعاله هي السيوكتيك اسيد او الالفا لايبوليك اسيد، دي بتستخدم لعلاج التهاب والام الاعصاب الطرفيه خصوصا لمرضى السكر، تخفيف التنميل والحرقان والوغز، مضاد اكسده بيساعد على حمايه الاعصاب. والجرعه بتكون 600 مللي جرام كل 24 ساعه الى 8 ساعات يوميا، ويتاخد قبل الاكل بحوالي 30 دقيقه. خد بالك ممكن يسبب اضطرابات بسيطه في المعده او غثيان، ممكن يخفض مستوى سكر الدم، عشان كده بيستخدم بحذر مع ادويه السكر. يفضل ان احنا ناخده على معده فاضيه عشان نزود الامتصاص، ونسيب فاصل بينه وبين مكملات الحديد او الكالسيوم او المغنيسيوم. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النيوبريشن، وده بينزل تركيز الواحد والاثنين والاربعه مللي جرام. الماده الفعاله هي البريكسبيبرازول، ودي بتستخدم لعلاج الفصام وعلاج الاكتئاب الشديد كعلاج مساعد طبعا. والجرعه بالنسبه لعلاج الفصام بتبدا ب 1 مللي جرام يوميا، وبعد كده بتزيد بالتدريج لحد 2 او 4 مللي جرام يوميا. اما لو هنستخدمه كمساعد لعلاج الاكتئاب فبنبدا بنص او 1 مللي جرام يوميا، وبعد كده بتزيد بالتدريج لحد ال 2 مللي جرام يوميا. خد بالك انه ممكن يسبب النعاس او الدوخه، ممكن يسبب زياده الوزن او ارتفاع السكر او الدهون، ما بنوقفوش فجاه بدون استشاره طبيه، ويستخدم بحذر في كبار السن المصابين بالخرف. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النيورازين، وده بينزل تركيز ال 25 وال 100 مللي جرام. الماده الفعاله هي الكلوربرومازين، ودي بتستخدم لعلاج الفصام والاضطرابات الذهنيه، علاج الهوس، علاج الغثيان والقيء الشديد، علاج الفواق المستمر او الزغطه يعني، والتهدئه في حالات الهياج الشديد. والجرعه بتختلف حسب الحاله، غالبا بتبدا ب 25 مللي جرام مرتين الى 3 مرات يوميا، وبعد كده بنزودها بالتدريج حسب استجابه المريض. خد بالك ممكن يسبب النعاس وانخفاض ضغط الدم، ممكن يسبب اكسترا بايراميدال سيمتومز، وممكن يزود الحساسيه لاشعه الشمس، وبيمنوع ايقافه فجاه بدون استشاره طبيه. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النيوروجلوبنتين، وده بينزل تركيز ال 100 و 300 و 400 مللي جرام. الماده الفعاله هي جابابنتين، ودي بتستخدم لعلاج الام الاعصاب، علاج الصرع كعلاج مساعد، علاج الم ما بعد الحزام الناري، ويستخدم في بعض حالات تململ الساقين او الريستلس ليج سندروم. والجرعه بتكون 300 مللي جرام مره يوميا، وبعد كده بتزيد بالتدريج حسب استجابه المريض. والجرعه المعتاده بتكون من 900 ل 3600 مللي جرام يوميا، متقسمه على 3 جرعات. وممكن يسبب نعاس ودوخه، ما بنوقفوش فجاه ولازم نقلل الجرعه بالتدريج، بنعدل الجرعه في مرضى كسور الكلى، ويستخدم بحذر مع الادويه المهدئه والكحول. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي النيورانتين. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النوفو نورم، وده بينزل تركيز النص والواحد والاثنين مللي جرام. الماده الفعاله هي ريباجلينايد، ودي بتستخدم لعلاج مرض السكر من النوع الثاني والتحكم في ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات. والجرعه في البدايه بتكون نص مللي جرام قبل كل وجبه رئيسيه بربع ساعه لنص ساعه، وبعد كده بنعدل الجرعه تدريجيا حسب مستوى سكر الدم بحد اقصى 4 مللي جرام قبل الوجبه. وخد بالك ممكن يسبب هبوط سكر الدم، مستخدم بحذر مع مرضى الكبد، ما بيستخدمش مع ماده الجينفيبروزيل لانه بيزود تركيز الدواء بشكل كبير. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النايت كالم، وده بينزل تركيز الواحد والاثنين والثلاثه مللي جرام. الماده الفعاله هي الازبوكلون، ودي بتستخدم لعلاج الارق، تقليل الوقت اللازم للنوم، المساعده على استمرار النوم، وتقليل الاستيقاظ اثناء الليل.
وجرعه البدايه بتكون 1 مللي جرام قبل النوم مباشره، وممكن تزيد لحد 2 او 3 مللي جرام حسب استجابه المريض. طبعا يتاخد قبل النوم مباشره مع توفر 7 ل 8 ساعات للنوم، ممكن يسبب النعاس والدوخه في اليوم الثاني. نتجنب الكحول والادويه المهدئه اثناء استخدامه، وما بيستخدمش لفترات طويله الا تحت اشراف طبي. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي نوكتيبلون والنستاكوران. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النوفيستوريك، وده بينزل تركيز ال 10 وال 20 مللي جرام. الماده الفعاله هي الروزوفاستاتين، ودي بتستخدم لعلاج ارتفاع الكوليسترول والدهون، الوقايه من امراض القلب والشرايين، علاج فرط كوليسترول الدم الوراثي. والجرعه في البدايه بتكون من 5 ل 10 مللي جرام مره يوميا، والجرعه المعتاده بتكون من 10 ل 40 مللي جرام مره يوميا حسب الحاله. وخد بالك ممنوع اثناء الحمل والرضاعه، ممكن يسبب الم او ضعف في العضلات ولازم نراجع الطبيب لو كان شديد. نتابع وظائف الكبد قبل العلاج وعند الحاجه، يستخدم بحذر في مرضى الكبد والكلى. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله النيكسيروزوفا. وخد بالك ان في حاجه اسمها نيفيستوريك بلس، وده بيجمع بين الروزوفاستاتين والازيتاميد. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النوبيشيا، وده بينزل بتركيز ال1 مللي جرام. الماده الفعاله هي الفيناسترايد، ودي بتستخدم لعلاج الصلع الوراثي عند الرجاله وتقليل تساقط الشعر وتحفيز نموه. والجرعه بتكون 1 مللي جرام مره يوميا، وبيحتاج ل 3 ل 6 شهور عشان يظهر النتائج، ولازم نستمر عشان نحافظ عليها. وخد بالك ممنوع استخدامه في الستات الحوامل او اللي ممكن يحملوا، ممكن يسبب انخفاض في الرغبه الجنسيه او ضعف الانصاب او اضطراب في القذف. لازم نبلغ الطبيب قبل اجراء تحليل بروستاتا. وخد بالك ان ايقاف الدواء بيؤدي لعوده تساقط الشعر بالتدريج. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النيويورك، وده بينزل تركيز ال 100 وال 300 مللي جرام. الماده الفعاله هي الالوبيرينول، وده بيستخدم لعلاج النقرس المزمن، خفض مستوى حمض اليوريك في الدم، الوقايه من حصوات حمض اليوريك، والوقايه من ارتفاع حمض اليوريك اثناء علاج بعض الاورام. والجرعه في البدايه بتكون 100 مللي جرام مره واحده يوميا، وبعد كده بتزيد بالتدريج حسب مستوى حمض اليوريك. والجرعه المعتاده بتكون من 100 ل 300 مللي جرام يوميا، وممكن توصل لحد 800 مللي جرام يوميا في الحالات الشديده. وخد بالك ما بيبداوش فيه اثناء نوبه النقرس الحاده، ممكن يسبب طفح جلد خطير ونوقفه فورا لو ظهر. يستخدم بحذر مع مرضى الكلى مع تعديل الجرعه، ويفضل ان احنا ناخده بعد الاكل ونكتر من شرب الميه. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النفروميد، وده بيحتوي على الهستidine، الايزوليوسين، الليوسين، الليسين، الميثيونين، الفينايلالانين، والثيريونين، والتريبتوفان، والتيروزين، والفالين. وده بيعوض الاحماض الامينيه الاساسيه لمرضى الفشل الكلوي المزمن، تحسين الحاله الغذائيه لمرضى الكلى خصوصا مع النظام الغذائي منخفض البروتين، المساعده في تقليل سوء التغذيه المرتبط بامراض الكلى. وغالبا الجرعه بتكون 5 اقراص يوميا متقسمه على جرعات او حسب ارشادات الطبيب، ويستخدم تحت اشراف طبي، ما بيغنيش عن النظام الغذائي المخصص لمرضى الكلى، ويستخدم بحذر في مرضى امراض الكبد الشديده، ويفضل ناخده مع الوجبات. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النيركافيكس، وده بينزل تركيز 40 مللي جرام. الماده الفعاله هي الكافيين، ودي بتستخدم لتحسين اليقظه والانتباه، تقليل الشعور بالارهاق والنعاس، ويستخدم كعلاج مساعد في بعض حالات الصداع. والجرعه بتكون من 40 ل 80 مللي جرام يوميا او حسب ارشادات الطبيب. وخد بالك دي بتكون لازقه بتتحط على اللسان، ممكن يسبب ارق وعصبيه وزياده ضربات القلب. يستخدم بحذر في مرضى ارتفاع ضغط الدم او امراض القلب. نتجنب الافراط في تناول المشروبات المحتويه على الكافيين، وما بينصحش باخده قبل النوم. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النافوبروكسين بلس، وده الماده الفعاله هي الميكليزين مع الفيتامين بي 6 او الباريدوكسين. ده بيستخدم لعلاج الدوخه والدوار، الوقايه وعلاج دوار الحركه، علاج الغثيان والقيء خصوصا اثناء الحمل وتحت اشراف طبي. والجرعه بتكون من قرص لقرصين يوميا او حسب ارشادات الطبيب. اما دوار الحركه فبيتاخد قبل السفر بحوالي ساعه. خد بالك ممكن يسبب النعاس، عشان كده يفضل نتجنبه اثناء القياده. يستخدم بحذر في مرضى الجلوكوما وتضخم البروستاتا، ونتجنب تناول الكحول او المهدئات اثناء استخدامه، ويستخدم اثناء الحمل بس تحت اشراف طبي. واما البدائل بنفس الماده الفعاله في الحرف هي النافيدوكسين. نروح للصنف اللي بعد كده وهو النافيفيت، وده بينزل تركيز ال 100 مللي جرام. الماده الفعاله هي السلدنافيل، ودي بتستخدم لعلاج ضعف الانصاب وعلاج ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. والجرعه بتكون 50 مللي جرام قبل العلاقه بحوالي 30 ل 60 دقيقه، وممكن تقللها لحد 25 او تزودها لحد 100 حسب الاستجابه. والحد الاقصى هو 100 مللي جرام مره واحده يوميا. طبعا ممنوع استخدامه مع ادويه النترات لانه بيسبب هبوط شديد في ضغط الدم، ممكن يسبب الصداع واحمرار الوجه والدوخه. يستخدم بحذر في مرضى القلب، وفي حاله استمرار الانصاب اكثر من 4 ساعات لازم نروح للطوارئ. واهم البدائل بنفس الماده الفعاله هي النيرهاسيلدا، ولكن دي بتكون في صوره افلام. نروح لاخر صنف معانا وهو النوفيكتام، وده بينزل تركيز 375 و 750. الماده الفعاله امبيسيلين والسالبكتام، بيستخدم لعلاج التهابات الجهاز التنفسي، التهاب الاذن والانف والحنجره، التهابات المسالك البوليه، والتهابات الجلد والانسجه الرخوه، والتهابات الاسنان. والجرعه بتكون من 375 ل 750 مللي جرام كل 12 ساعه حسب شده العدوى وطبقا للتعليمات الطبيه. وخد بالك ممنوع في حاله حساسيه للبنسلين او السيفالوسبورين، ممكن يسبب اسهال او اضطراب في المعده. لازم نكمل مده العلاج حتى مع تحسن الاعراض، ويستخدم بحذر في مرضى الكلى مع تعديل الجرعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا من سلسله بامفلت، اتكلمنا فيها عن اهم الادويه اللي بتبدا بحرف الان، وعرفنا الماده الفعاله ودوائر الاستعمال والجرعات واهم البدائل بشكل سريع وبسيط. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وكمان البي دي اف الكامل الخاص بالحلقه هينزل على قناه التليجرام، لينك التليجرام هتلاقوه تحت في الديسكربشن. وفي النهايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.